إذا المشاهدين، جريمة نكراء جريمة نكراء يرتكبها منحرف سافل منحط شاذ، وهي جريمة إحراق أو التجاوز على كتاب الله العظيم، على القرآن الكريم. هذا الكتاب العظيم ذو الأنوار اللي كل سنة وفي كل عهد وفي كل زمان يتألق أكثر وأكثر أكثر كلمات الله تلك. هذا السافل تجاوز عليه، المنحرف تجاوز عليه. بالمناسبة هذه الجريمة النكراء البشعة هنالك شركاء فيها بهذه الجريمة بالفعل. يعني هاي الحركات المنحرفة التكفيرية اللي كفرت الأمة واللي فسروا القرآن على مزاجهم أيضا هم شركاء بهذا الفعل بالمناسبة، واللي يشكك في مصداقية كتاب الله عز وجل أيضا شريك بهذه الجريمة. كتاب الله القرآن العظيم اللي حتى العلماء حاروا فيه، اللي أكبر علماء الأرض حاروا بهذا الكتاب بعلميته، بإعجازه، بكلماته، بالنحو مالته، باللغة، بالأسلوب. كلمات من الله تبارك وتعالى خالدة إلى يوم القيامة، وهذا الشخص ما راح ينال من القرآن الكريم أبدا. بالعكس، نحن كأمة هذا الفعل يخلينا نزيد تمسكنا بكتاب الله عز وجل، يزيد تمسكنا بالقرآن الكريم، يزيد تمسكنا بقراءته، يزيد تمسكنا بالتدبر به، يزيد تمسكنا بالطاعة لما موجود فيه في كلام الله. الآن موقفنا يجب أن يكون بهذه الطريقة. يجب أن نستمع إلى كلام ردا على هذا السافل المجرم المنحط اللي تجاوز على كتاب الله العظيم. يجب أن نستمع إلى كلام الله في كل بيت، نعلي الصوت في كل بيت، في سياراتنا، في أي مكان. يجب أن نتدبر كلام الله، يجب أن نحفظ كلام الله، نشوف آيات القرآن الكريم، نجعل القرآن العظيم أمام أعيننا ردا على هذا المنحرف. ونقول لهذا المنحرف بالعكس أنت ما سويت شيء، احنا راح يزيد إيماننا بكلام الله، راح يزيد حبنا لقرآننا الكريم وتمسكنا به. بالعكس هذا الفعل يزيد إيماننا بهذا الكتاب. ومثل ما أكدت يا مشاهدينا، المفروض احنا يكون لنا دورنا، أي نعم نجب ونستنكر، هذا شيء متيم عنده، ولكن أيضا نضع القرآن ربيع لقلوبنا، نحفظ آياته ونستمع آياته في كل بيت، في كل سياراتنا، في كل أماكننا العامة. نتدبر القرآن الكريم، نفهم شيء الله عز وجل من عندنا في كلامه. شخصيتنا يجب أن تكون مجسدة في القرآن الكريم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.